حكايه الفنان عبد الغني النجدي اللي كان بيبيع النكت لشكوكو واسماعيل ياسين. كان مؤلف وملحن وكاتب افلام. عبد الغني النجدي واحد من اهم الكوميديانات في تاريخ مصر، وايضا واحد من مظالم الفن. اتولد الفنان عبد الغني النجدي في قريه المشايعة في محافظة أسيوط. اتعلم في طفولته في كتاب القرية، ودخل المدرسة وأخذ الابتدائية، ونزل هو وأسرته إلى القاهرة، وكمل عبد الغني النجدي تعليمه في القاهرة. كمل في مدرسة الفنون التطبيقية، وبعدها دخل كلية الحقوق. وبعد ما حصل على ليسانس الحقوق، يعني عبد الغني النجدي كان إنسان متعلم، رغم من إن أدواره كلها اللي كان بيمثلها بتقول إنه إنسان أمي وغير متعلم. في أول حضوره للقاهرة اتعرف على مجموعة من الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في الفن، كانوا بيشتغلوا كومبارسات. كلهم أجمعوا إن عبد الغني لازم يشتغل معاهم، وده لأنه كان بيقدر يضحك طوب الأرض. كان كل قعداته ضحك في ضحك. طالما في القعدة عبد الغني النجدي قال عنه أحد أصحابه إنه هو قادر يخلق 10 نكت في دقيقة، الدقيقة الواحدة. ومع إصرار أصحابه إنه لازم يمثل، بإن التمثيل أحسن وظيفة، وأحسن من الوظيفة المير، سمع عبد الغني النجدي الكلام. وفي يوم قرر إنه هو يخوض معاهم تجربة التمثيل. في اليوم ده قرر إنه يروح مع أصحابه، كانوا شغالين في فيلم علي بابا وال40 حرامي. اخدوه معاهم وراحوا للمخرج توجا مزراحي، قالوا له انه هو عايز يجرب وان دمه خفيف جدا، وفضلوا يعدوا له المواهب والصفات. فالمخرج توجا مزراحي اعطاه دور صغير في الفيلم. كانت المفاجاه اللي ما صدقهاش عبد الغني النجدي نفسه، انه عمل الدور حلو قوي، اجاد فيه. بدا ناس كتير يقولوا له النصيحه انه يكمل في الفن، وطلع بالفعل عبد الغني النجدي. بدات الانطلاقه في افلام كتيره جدا. كان الفيلم الاول وش الخير عليه، وتعرف على المنتجين والمخرج، لدرجة انه سنة 1952 كان مشارك في 17 فيلم مرة واحدة. وزي ما الناس اتفاجئت ان عبد الغني النجدي متعلم تعليم عالي، حاصل على ليسانس حقوق، هو كمان ألف 6 أفلام، كما انه لحن اغاني لشادية، اقصد اغاني لفيلم شادية الجبل مع رياض السنباطي. ده غير الافلام اللي كتبها عبد الغني النجدي، واضطر انه هو يبيعها من غير ما يحط اسمه عليها، ده لانه كان محتاج فلوس وبيعه لوالده ووالدته. كان عبد الغني النجدي بيتمتع بسرعة البديهة بتأليف الاغنية في ثواني، وكان بيبيع النكت لشكوكو واسماعيل ياسين. سعرت النكتة الواحدة جنيه. الفنان عبد الغني النجدي كان متعدد المواهب، عارف انها تفضل اعماله خالدة، وكان مش مهم ان هو ياخد بطولة ودور اول وتاني ولا تالت. عاش في الظل. اي مشهد كان بيعمله عبد الغني النجدي كان بيخلد سيرته، والدليل على كده برغم مرور سنين كتيره على وفاته، الا ان افهاته عايشه معانا. اول ما تشوف سيرته حتى لو ما تعرفش اسمه تفتكر افهاته على طول. الغريب ان في اخر حياته دخل في حاله اكتئاب وحزن بعد ما كان بيشوف الحاجات اللي كاتبها بايديه مش مكتوب عليها اسمه. كان بيحزن حزن شديد، يقول الحاجات دي بتاعتي، يا ريتني كتبت اسمي عليها، ولكن يكفيني ان ابويا ميت راضي عني، بس انا مش راضي عن نفسي.